شاب يمني في عمر الزهور فارق الحياة ومات على يد صديقه المقرب وصديقه المفضل إليه عشان مشكلة صغيرة، وبعد خلاف بسيط جدا حصلت هذا الكارثة المأساوية. هذا الشاب اللي في الصورة اسمه لؤي مرجان، شاب يمني عمره 18 سنة ويسكن مع أسرته في مدينة إبا الخضراء، وهذا صديقه المقرب يعقوب العزي من أفضل الأصدقاء عنده. هؤلاء الاثنين أصدقاء من فترة طويلة ويمشوا مع بعض دائما والناس تشوفهم وكأنهم اخوان، وبعد فترة طويلة من الصداقة حصلت بينهم هذا المشكلة. قبل يومين تقريبا التقى لؤي ويعقوب في احد الاماكن، حصلت بينهم مشادة كلامية وحصل بينهم بعض التهديد، وبعدها كل واحد مشى في طريقه وكل واحد مشى في عمله. وفي اليوم الثاني اللي هو يوم الجمعة 13 ديسمبر حصلت هذه الكارثة وهذه المأساة. لؤي هذا جالس في احد الاماكن في شارع تعز في مدينة إبا الخضراء، كان جالس في هذا المكان آمن ومطمئن وما يدري أن هذا المصيبة وهذا الكارثة تنتظره في هذا المكان. مر يعقوب اللي هو صديقه المفضل على دراجة نارية وكان على ظهره سلاح ناري، وقام بإطلاق النار على صديقه لؤي وفر من هذا المكان. طبعا كانوا اثنين على هذه الدراجة فعلوا هذه الجريمة وهربوا، وإلى هذه اللحظة ما تم إلقاء القبض عليهم ولا أحد عارف وين هم متواجدين. إلى هذه اللحظة والجهات الأمنية تقوم بالبحث عن هؤلاء المجرمين، وبإذن الله يتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة في القريب العاجل.